من داخل القاعة المتعددة لقصر ثقافة الأنفوشي لنا لقاء متجدد مع سلسلة ندوات الأديبة والكاتبة الدكتورة مروة الشناوي. أهلا بك يا أستاذة مروة. اهلا بيكي يا استاذه ماجده. النهارده باذن الله عندنا ندوه عن اساليب التعامل مع الطفل العنيد. احب اتعرف منك عن اهم المحاور الاساسيه لهذه الندوه. هو ان شاء الله النهارده هنتكلم عن اهم النقاط اللي تخص الطفل العنيد، وعايزه بس اوجه رساله للاب والام ان الطفل العنيد يعني افرحوا بالطفل العنيد. انا شايفه دايما الجميع بيكون حزين جدا بعند الطفل، وبيكونوا هم السبب الرئيسي في الاب والام. فالنهارده هنحاول ان احنا نعرف الام والاب ازاي هم اللي بيكونوا اساس هذه الفكره، وهنعرفهم ازاي يتعاملوا اكتر وايه النقاط اللي ممكن يغيروها او نحاول ان احنا نقلل من هذا العند. ولكن اللي بيعمله الاب والام هم بيحاولوا يكسروا شخصيه الطفل، ولكن الطفل العنيد هو شخصيه قياديه، شخص ذكي جدا، شخص رائع في بيتك، فمحتاج اهتمام ومحتاج صبر كبير جدا. محتاجين نديله من وقتنا ومن مجهودنا بدل ما نروح نشتكي لكل اللي حوالينا ونعرفه ان انا عندي طفل عنيد، لان الطفل بيعند مع عند الاب والام اكتر. يعني كده افهم من كلامك ان انا العند بتاعي الزايد مع تربيتي في اولادي هو اللي بيخلق عندهم غريزه العند اساسا. طبعا وللاسف يعني نجهل هذا الامر ونجهل هذا السلوك. فلازم نعرف ان الطفل العنيد ما ينفعش انت تعاند معاه ابدا، بل بالعكس انت المفروض تتفهم معاه، ويعني الموضوع بيكون بنديله اختيارات وربي نفسه وليس يعني المفروض بالظبط يعني محتاجين احنا نثقف الاب والام الاول قبل التعامل مع الطفل. بالظبط يا دكتوره مروه، اتمنى ليكي ندوه سعيده باذن الله وكل التوفيق. تسلمي يا استاذه ماجده، سعيده جدا، شرف حضرتك. شكرا.